يعني لو ريال مدريد بيلعب برشلونه، جمهور برشلونه كلهم ضد ريال مدريد. يعني مفيش حد هناك هيطلع يقول ايه يا جماعه ريال مدريد بيلعب باسم اسبانيا او برشلونه بيلعب باسم اسبانيا، فكل جمهور الريال يطلع في الساحات ويشجع برشلونه في المقاهي المدريديه. ما بيحصل، لا يمكن يحصل كده. يعني مش هتلاقوا ابدا ان جمهور مانشستر يونايتد بيشجع فريق مانشستر سيتي في النهائي الشامبيونز ليج في اوروبا. نو واي، ده مستحيل بيحصل. لكن احنا عندنا دايما نقول اصل بيلعب باسم مصر، اصل لا، يعني في البطولات الانديه كل نادي بيلعب باسمه. يعني ما ندخلش مصر في جمله مفيده. يعني افرض نادي الزمالك خسر بنتائج سيئه جدا في دور الثمانيه، ما كان بيلعب باسم مصر، يبقى مثلا اهان مصر. يعني اذا كنت هتكلم بنفس المفهوم، طب الفريق اللي يخسر ب5 مثلا في بطوله زي دي يبقى اهان مصر، واللي بيكسب هو بس اللي يبقى رفع اسم مصر. خلينا برضو ما نبقاش موتورين في التشجيع. في بورسعيد كلنا عارفين ان في مشاكل من قبل حتى ما تحصل المجزره. جمهور القناه بشكل عام درجه حبهم للنادي الاهلي مش عاليه، او الاغلبيه العظمى فيهم ما بيشجعوش النادي الاهلي، وفي دايما توتر في علاقتهم بالنادي الاهلي، توتر تاريخي، ما بيحبوش يشجعوا النادي الاهلي. في الصعيد بيحبوا يشجعوا النادي الاهلي، او في بحري في المنصوره والشرقيه والاماكن دي بيحبوا يشجعوا اكتر النادي الاهلي، فده موجود وقائم. في بورسعيد حاصل، وبرضه في تونس على فكره جمهور الصفاقسي مثلا او الافريقي كان ضد انه الترجي يكسب المباراه، كان بيشجع النادي الاهلي امبارح. يعني لو احنا جبنا لقطات من تونس هنلاقي ان كل جمهور الافريقي واللي قاعدين على المقاهي في الافريقي، مشجعي الافريقي بيشجعوا جدا النادي الاهلي، وهللوا اكيد لما الاهلي احرز التعادل. لكن في بورسعيد الجمهور هناك رفع اللافتات الخاصه بنادي الترجي وعلى مدار ال90 دقيقه، حتى لدرجه انهم هللوا لما وليد الهشري احرز هدف الترجي في الدقيقه 49. خلينا نتابع تقارير عن ردود افعال جماهير بورسعيد حول مباراه الاهلي والترجي. ويا جماعه خلينا نكون منطقيين وبنفهم. جمهور الزمالك نصه كان حابب ان الاهلي امبارح يكسب، بس اكيد النص الثاني مش حابب. يعني في حته سودة هنا، اكيد الزمالك خارج بنتائج كانت اقرب للفضيحه من دور الثمانيه او فاكيد مش حابب المنافس بتاعه الاول هو اللي ياخد البطوله، ويتقال ان الاهلي في ظل كل المشاكل وايقاف النشاط عمل اعجاز. هو بالفعل يبقى عمل اعجاز لو خد البطوله. فاكيد نص جمهور الزمالك مش حابب ابدا ان الاهلي يكسب. فبنفس الحال بالنسبه للجمهور المصري، ولو المصري بيلعب في نهائي بطوله افريقيا للانديه، جمهور الاهلي اكيد مش هيبقى حابب ان المصري يكسب. كل نادي بيلعب باسمه وباسم جماهيره فقط لا غير. بلاش ندخل اسم مصر في الموضوع، نقول ان الانديه بتلعب باسم مصر فيجب على كل جمهور مصر انه يشجع النادي. بس خلي يكون تشجيعنا او حبنا ان فلان يكسب، نادي الفلاني يكسب او نادي الفلاني يخسر، في حدود المقبول اخلاقيا. نطلع نشوف، نقلنا لكم الاجواء امس وقت مباراه الاهلي والترجي من قلب بورسعيد. باهتمام كبير واستعدادات خاصة تابعت جماهير النادي المصري مباراة الأهلي والترجي في نهائي المونديال الإفريقي، حيث أعدت الجماهير لافتة كبرى تحمل شعار الترجي، وحملت الجماهير طوال المباراة أعلام الفريق التونسي وتفاعلت معه بشدة. شجع الترجي بإذن الله. الترجي إن شاء الله. الترجي إن شاء الله. الترجي إن شاء الله. بورسعيد كلها مليون نسمة في جمهورية مصر العربية بتشجع نادي الترجي عشان حاجة واحدة بس، عشان الظلم اللي واقع على أبنائنا وعلى النادي المصري اللي عايزين يقلبوه حديقة أطفال. وتعالت الصيحات والهتافات وأشعلوا الشماريخ عندما تقدم الترجي بالهدف الذي سكن مرمى إكرام الصغير. وعقب اللقاء خرجت جموع غفيرة من الجماهير لتعبر عن فرحتها بالتأهل